النهارده رسميا انا اتنزلت عن الجنسيه المصريه، وقبل ما اقفل الصفحه ديت انا لازم احكي لكم على اللي شفته. تعرف انك كمصري عايش في هولندا من سن 29 سنه لسن 30 سنه مش مسموح لك انك تجدد باسبورك؟ يعني سنه كامله لا سفر ولا حركه علشان قانون محدش اصلا فاهمه، واي اجراء هنا في سفارتنا في هولندا بياخد ممكن اكتر من سنه، عكس دول اوروبيه تانية الناس بتخلص فيها الاجراءات بتاعتهم هناك اسرع، زي مثلا بلجيكا وفرنسا وايطاليا. لدرجة إن في ناس مصريين عايشين هنا في هولندا بيروحوا دول تانية أوروبية هنا جنب هولندا زي بلجيكا وفرنسا علشان يخلصوا ورقهم ويرجعوا أسرع، علشان سفارتنا هنا ما بتخلص الإجراءات بسرعة. حبيت أنزل مصر بعد 12 سنة غربة، ودفعت هنا غرامة عسكرية 535 يورو، وقالوا لي هتاخدها لما ترجع من مصر. استنيت علشان أخدها من سنة 2023 لسنة 2025 لحد الوقت اللي بسجل فيه الفيديو ده ما خدتهاش. وقبل ما تفكر تشتمني في الكومنتات حط نفسك مكاني وعيش نفس المواقف اللي انا عشتها، وساعتها شوف انت هتحس بايه. وقبل ما تقول عليا انا مش وطني، انا عايش في هولندا، واول بيزنس فتحته سميته بيراميدز باربر شوب، يعني صالون الاهرامات. يعني انتمائي كمصري اكتر من ناس كتير هتخش تزايد عليا وخلاص. انك تاخد جنسية تانية ده مش خيانة، ده مفتاح بيفتح لك ابواب كتير وسكك كتير، وتقدر تسافر اي مكان انت عاوزه في اي وقت من غير فيزا ولا عقد ولا مشاكل ولا استنى هنرد عليك ولا الحاجات دي خالص. فقبل ما تحكم عليا حط نفسك مكاني وبعدين ابقى تعالى اتكلم. ولو يهمك تعرف معاناتها هتبقى عامله ازاي وانا هولندي اكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله اعمل لك فيديوهات عليها. بما ان انا ما بقتش مصري تاني، الفيديو ده لو جاب اكتر من 200 الف لايك هختار احسن 5 كومنتات واكسب كل واحد فيهم 1000 جنيه. السلام عليكم.